في شخص كان كل يوم يصحى يقول لنفسه النهارده هيكشفوني، النهارده هيعرفوا اني مش اهل للمكان ده، النهارده هيعرفوا ان دخلت غلط وما استحقش اللي انا فيه. لو حسيت بالكلام ده مره واحده في حياتك معناها انك زيي وزي ملايين البشر اللي بيعيشوا كل يوم جوه سجن اسمه نظريه المحتال او متلازمه المحتال او الامبوستر سيندروم. ادم كان قاعد معايا في سيشن وكان شكله مكسور، عينه حمرا من السهر وايده بتترعش وهو بيكلمني. قال لي انا بشتغل في الشركه دي من سنه وكل يوم اقول لنفسي ان هم هيكشفوني، اقول لنفسي ان انا مش مبرمج حقيقي وان انا مجرد واحد بيخبط عشوائي ويطلع كود بالصدفه. ادم مش الوحيد، ادم زيه زي مليون شخص تاني. واحد زي ادم بيصحى كل يوم يقول لنفسه انا غشاش، انا بخدع الناس، انا مش اهل للمكان ده، انا مش اهل للنجاح ده، وبيقضي يومه كله في رعب من ان حد يكتشف الحقيقه بتاعته. السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده نتكلم عن نظريه المحتال. بص يا صديقي، نظريه المحتال مش بس احساس عابر، دي مشكله نفسيه حقيقيه بيمر بيها على الاقل 70% من البشر في مرحله ما من حياتهم. وده مش كلام في الهوا، دي احصائيه علميه. المشكله ان دماغنا مبرمج بطريقه غريبه. لما بنعمل حاجه كويسه دماغنا بتقول ده حظ او صدفه، لكن لما نعمل حاجه وحشه دماغنا بتقول ده انا الحقيقي وده مستواي. تخيل دماغك زي محامي شاطر، بس المشكله ان المحامي ده بيشتغل ضدك، بيجمع كل الأدلة اللي تثبت إنك فاشل وبيتجاهل كل الأدلة اللي تثبت إنك ناجح. لما تخلص مشروع كبير المحامي ده بيقولك بس أنت اتساعدت من فلان وعلان. المشكلة إن الدماغ بيفضل عايش في منطقة الأمان، وتقدير الذات الحقيقي ده خطر على منطقة الأمان. ليه؟ لأن لو اعترفت إنك فعلا كويس هتبقى مطالب إنك تفضل كويس دايما، وده ضغط. أسهل للدماغ إنه يقولك أنت مش كويس أو أنت بتتصنع عشان ما يحملكش المسؤولية. طب هل في حلول؟ خليني أقولك بقى تعمل إيه. الحل الأول محامي الدفاع. بدل ما تسيب دماغك يبقى محامي اتهام، خليه محامي دفاع. كل مره دماغك يقول لك ده مش انجازك انت، اسال نفسك طب هو ليه مش انجازي؟ مش انا اللي قعدت اشتغلت فيه؟ مش انا اللي سهرت عليه؟ هو مش انا اللي تعبت في الحاجه دي؟ ادم بدا يعمل كده. كل مره دماغه تقول له انت مش مبرمج حقيقي بقى يسال نفسه طب هو مش انا اللي كتبت الكود ده؟ مش انا اللي حليت المشكله اللي حصلت؟ مش انا اللي اتعلمت اللغه دي؟ الحل التاني ادله الاتهام والدفاع. اعمل ليست، في جنب اكتب كل الادله اللي بتثبت انك محتال، في الجنب التاني اكتب كل الادله اللي بتثبت انك فعلا اهل للمكان ده. هتكتشف ان ادله الدفاع اكتر بكتير قوي من ادله الاتهام، بس دماغك مش بتشوفها. داليا عملت كده، كتبت كل المشاريع اللي خلصتها وكل العملاء اللي اتكلموا معاها كويس. كل مره حد قال لها ان شغلها حلو، واكتشفت ان الادله دي ضد نفسها كانت حاجات بسيطه قوي، زي مره واحد عميل ما عجبوش اللون او مره واحده اتاخرت يوم واحد بس في التسليم. الحل الثالث الصديق الوهمي. لو صديقك المفضل جاي يقول لك نفس الكلام اللي بتقوله لنفسك هتقول له ايه؟ لو ادم جاي يقول لك انا مش مبرمج حقيقي، انا غشاش، انت هتقول له ايه؟ هتقول له انت مجنون، انت بتشتغل 12 ساعه في اليوم، انت بتتعلم تقنيات جديده كل يوم، ليه بتعامل نفسك اوحش ما بتعامل اي حد تاني؟ ليه معايير الحكم على نفسك اقصى من معايير الحكم على اي حد تاني؟ تخيل لو بطلت تشك في نفسك، لو بطلت تعيش في خوف من ان حد يكتشفك، لو بدات تشوف نفسك زي ما الناس بتشوفك فعلا. هتصحى الصبح وانت مش خايف من النهارده، هتروح الشغل وانت واثق انك في المكان الصح، هتتكلم في الاجتماعات من غير ما تقول لنفسك اكيد هيفهموا اني بتكلم من غير ما افهم. ادم بدا يتغير، بدا يشارك في الاجتماعات، بدا يقترح افكار جديده، بدا يتقدم لمشاريع اكبر، مش لانه بقى مبرمج احسن، لانه بطل يشك في انه مبرمج اساسا. بس خلي بالك مش هتتغير من اول يوم. هتلاقي ان الصوت ده جواك عنيد، هيفضل يقولك انت بتضحك على نفسك، انت لسه نفس الشخص المحتال، وده طبيعي، الدماغ بيقاوم التغيير. هتلاقي ان في ايام هتحس انك رجعت للمربع الاول، هتحس ان كل اللي انت عملته ده مجرد تمثيل، وان الحقيقه انك لسه محتال، وده برضه طبيعي. زي ما بتتعلم تسوق عربيه مش هتبقى محترف من اول يوم. الفرق بس انك هتبقى عارف ان الصوت ده مش صوت الحقيقه، ده صوت الخوف، والخوف مش بيقول الحقيقه، الخوف بيقول اللي يخليك تفضل مكانك. انا عاوزك تعرف حاجه مهمه، انت مش لوحدك، وانت مش الوحيد اللي بيحس بكده. انت انسان طبيعي بيمر بتجربه انسانيه طبيعيه جدا. كل الناس اللي بتحترمهم، كل الناس اللي بتشوف انهم ناجحين، كل الناس اللي بتقول عليهم اذكياء جدا، كلهم عدوا بنفس اللي انت بتعدي بيه دلوقتي. كلهم في يوم على الاقل قالوا لنفسهم انا مش اهل المكان ده. الفرق بس ان هم اتعلموا يتعايشوا مع الصوت ده، او حتى اتعلموا يتجاهلوه، اتعلموا يشوفوا نفسهم من عيون الواقع مش من عيون الخوف. وانت كمان هتتعلم، مش لانك مميز، لانك انسان، والانسان عنده قدره عجيبه على التعلم والتغيير. وانت هتتعلم تشوف نفسك زي ما انت حقيقي، مش زي ما الخوف عاوزك تشوف نفسك. عاوزك تفتكر حاجه واحده بس، انت مش محتاج ولا غشاش، انت انسان طبيعي بيتعلم وبيتطور وبيتقدم، والرحله دي مش سهله بس هي تستاهل. سيف جالي بعد ادم باسبوع وكان شكله مختلف، لبس شيك، عربيه حلوه، وشقه في منطقه راقيه. قعد يقول لي انا دكتور اسنان ناجح، عيادتي مليانه والناس بتثق فيا. بس انا مش مصدق نفسي. كل مره حد يقول لي انت شاطر اقول له في سري لو تعرف اني بخاف من كل عمليه
زي ما اكون اول مره امسك الادوات دي. سيف كان مثال حي على ان النجاح الظاهري مش بيمنع نظريه المحتال، بالعكس كل ما النجاح بيزيد الخوف من انه يتكشف بيزيد. كان بيقول لي انا خايف ان الناس تعرف اني مش الدكتور الثقه اللي بيشوفوني، خايف ان حد يكتشف اني لسه بدور في جوجل على حاجات كتير قوي. نهى جات لي وهي في بدايه حياتها العمليه، وكانت بتقول لي انا مش عارفه انا في المكان الصح ولا لا، انا مش عارفه انا خدت القرار الصح ولا لا، مش عارفه انا مناسبه للشغل ده ولا لا. كل يوم اصحى اقول لنفسي مش يمكن انا غلط في كل حاجه. نهى كانت بتعيش في دوامه من الشك، مش بس في قدراتها لكن في كل قرار تاخده، وده خلاها تبقى متردده في كل حاجه، مش قادره تاخد خطوه لقدام من الخوف انها تاخد خطوه غلط. تعالوا نفهم ايه اللي بيخلي نظريه المحتال تزيد في حياتنا. اولا، مقارنه الداخل بالخارج. احنا بنشوف نفسنا من جوه، بنشوف كل الخوف والشك والضعف، بس بنشوف الناس من بره، بنشوف بس النجاح والثقه، فبنفتكر ان كل الناس واثقين واحنا بس اللي مش واثقين في نفسنا. ثانيا، السوشيال ميديا والعرض المثالي. كل الناس بتعرض احسن ما عندها، مش بتعرض الشك ولا الخوف ولا التردد، فبنفتكر ان كل الناس عايشين حياه مثاليه واحنا بس اللي بنعاني. التربيه والمجتمع. من صغرنا والمجتمع بيعلمنا ان الغلط عيب، وان مش لازم نظهر ضعفنا، وان لازم نكون مثاليين، فبنكبر واحنا خايفين من ان حد يشوف جوانا الحقيقي. الخوف من المسؤوليه. لو اعترفنا اننا فعلا كويسين معناها اننا مسؤولين عن اننا نفضل كويسين، وده ضغط كبير جدا علينا. والنهارده هنتكلم عن حلول حقيقيه، مش مجرد كلام تحفيزي، حلول انا جربتها مع ادم وسيف ونهى وشفت بعيني ازاي حياتهم اتغيرت. فخلينا نبدا. اول حاجه بيوميات الانتصارات. كل يوم قبل ما تنام اكتب 3 حاجات عملتها النهارده وكانت كويسه، مهما كانت صغيره. مش لازم تكون حاجات عظيمه، ممكن تكون ساعدت زميلك في مشكله، او خلصت مهمه كنت مأجلها، او اتعلمت حاجه جديده. سيف بدأ يعمل كده، وبعد شهر واحد لقى عنده 90 انتصار صغير. 90 دليل على انه مش محتال، 90 دليل على انه فعلا شاطر ومتميز. الحل التاني الخبير الخارجي. تخيل ان خبير من بره جاي يقيم شغلك، واحد ما يعرفكش شخصيا، بيشوف بس الشغل اللي انت عملته. ايه اللي هيقوله؟ هيقولك انك محتال ولا هيقولك انك متميز؟ والخبير ده هيعمل على اساس ال 90 حاجه اللي انت كتبتهم على مدار الشهر في الحل الاولاني. ادم جرب الطريقه دي وكتب كل المشاريع اللي عملها وكل المشاكل اللي حلها وكل الاكواد اللي كتبها، وبعدين شايف كل ده بعين الخبير الخارجي، ولقى ان اي حد جاي من بره هيقول له انه مبرمج متميز. الحل الثالث المنافس المتخيل. تخيل ان في واحد منافس ليك عاوز ياخد مكانك، عاوز يثبت انه احسن منك. ايه اللي هيقوله عنك؟ هيقول انك ضعيف وما تستحقش المكان ده، ولا هيقول لك انك قوي ومميز وصعب انه يغلبك؟ نهى لما جربت الطريقه دي اكتشفت ان اي منافس ليها هيشوفها تهديد حقيقي، مش شخص ضعيف خالص. اكتشف ان عندها مهارات وقدرات يصعب على اي حد تاني انه ينافسها فيها. الحل الرابع التاريخ الشخصي. ارجع لورا شويه وشوف كل التحديات اللي انت واجهتها في حياتك واتغلبت عليها، من اول امتحان صعب عديته، لاول مقابله شغل نجحت فيها، لاول مشروع خلصته. شوف ازاي في كل مره كنت خايف انك ما تقدرش في الاخر قدرت. ده اللي عمله سيف، رجع لكل التحديات من ايام الكليه، وازاي كان خايف من كل امتحان وفي الاخر نجح، وازاي كان خايف من اول مريض وفي الاخر عالجه، وازاي كان خايف انه يفتح عياده وفي الاخر الحمد لله نجحت. الحل الخامس الادله الموضوعيه. اجمع كل الادله الموضوعيه على نجاحك، شهادات، خطابات شكر، الترقيات، المشاريع اللي كملتها، واراء الناس الايجابيه عنك، وحطها في مكان تشوفه كل يوم. ادم عمل ملف كامل بكل الاكواد اللي كتبها وكل الفيتشرز اللي طورها وكل المشاكل اللي حلها وكل الفيدباك الايجابي اللي خده من الناس، وبقى لما يحس ان هو محتال يرجع للملف ده ويشوف الحقيقه. الحل السادس الاستثمار في التعلم. بدل ما تقول لنفسك انا مش عارف حاجه، قول لنفسك انا في رحله تعلم مستمر. كل حاجه ما تعرفهاش مش عيب فيك، دي فرصه للتطور. نهى بدات تشوف كل تحدي جديد على انه فرصه للتعلم مش اختبار لقدراتها، وده خلاها تتعامل مع التحديات بحماس مش بخوف. تخيل معايا بقى حياتك لما تتخلص من نظريه المحتال، انك بتصحى كل يوم واثق في نفسك مش خايف من اليوم الجديد، انك بتدخل الشغل وانت عارف انك في المكان الصح، مستحق للمكان ده وقادر على التميز فيه، انك بتتكلم في الاجتماعات من غير خوف، بتشارك افكارك بثقه، بتتقدم للفرص الجديده من غير تردد، انك بتشوف نفسك زي ما الناس بتشوفك مش اقل من كده، انك بتنام مرتاح ومش خايف من ان حد يكتشفك بكره لانك مش محتاج. انت شخص حقيقي بقدرات حقيقيه ونجاحات حقيقيه. سيف دلوقتي بيقول لي انا مش بخاف من العمليات، انا بتحمس لها. انا عارف اني دكتور كويس وان اللي بعمله ده نتاج سنين تعب وتعلم واجتهاد. ادم بيقول لي انا مش بخاف من الاكواد الجديده، انا بتحدى نفسي بيها. انا عارف اني مبرمج حقيقي وان كل خطأ بعمله هو جزء من رحله التعلم. نهى بتقول لي انا مش بخاف من القرارات، انا بثق في حكمي، انا عارفه اني قادره على التعلم وان كل قرار هو خطوه لقدام. بس مش هتكون رحله سهله، وانا مش هكدب عليك، هتواجه تحديات حقيقيه، هتلاقي الصوت الداخلي بيقاوم، هيقول لك انت بتضحك على نفسك، انت لسه نفس الشخص، وده طبيعي لان الدماغ بيحب الثبات حتى لو كان الثبات ده مؤذي. هتلاقي الناس اللي حواليك مش متعودين على الثقه الجديده بتاعتك دي، ممكن حد يقول لك انت اتغيرت او انت بتتصنع، وده برضو طبيعي لان الناس بتخاف من التغيير. هتلاقي مواقف تخليك تشك في نفسك تاني، تخليك تقول اكيد انا كنت بضحك على نفسي، وده اصعب تحدي لان الشك بيجي في اصعب اللحظات. بس انا هقول لك الحقيقه،
كل ده جزء من الرحله، وكل ده هيعدي. المهم انك تفتكر ان مش كل صوت في دماغك هو صوت الحقيقه، وان مش كل شك هو دليل على انك فاشل. خليني اقول لك بقى خطه عمليه تعملها الشهر الجاي هتقلل عليك الاثار السلبيه لنظريه المحتال. اول اسبوع ابدا بيوميات الانتصارات، اكتب كل يوم 3 حاجات كويسه عملتها. الاسبوع التاني اعمل قائمه بكل الادله الموضوعيه على نجاحك، اجمع كل الشهادات والخطابات والتقييمات الايجابيه. ثالث اسبوع اعمل جلسه مع نفسك واسال نفسك الاسئله اللي قلتها وجاوب عليها بصراحه. الاسبوع الرابع ابدا تحدي نفسك، خد مخاطره محسوبه، قدم على فرصه جديده او شارك في اجتماع او حتى اقترح فكره. وبعد الشهر ده هتلاقي الامور بدات تتغير. مش هتبقى مثالي بس هتبقى افضل بكتير. مش هتبقى واثق 100% بس هتبقى واثق اكتر. انا عاوزك تعرف ان احنا كلنا في نفس الرحله وبنمر بيها من وقت لاخر. كلنا بنتعلم وبنتطور وبنواجه الخوف وبنتغلب عليه، وانت مش استثناء. انت جزء من رحله انسانيه كبيره جدا. الفرق بين الناجحين والفاشلين مش ان الناجحين ما بيحسوش بالخوف، الفرق ان الناجحين بيكملوا رغم الخوف، بيثق في نفسه رغم الشك، بيفضل مكمل حتى لو مش مصدق نفسه. وانت تقدر على ده لانك وصلت هنا، ولانك بتدور على الحل، ولانك اهم حاجه مش مستسلم. وده في حد ذاته دليل على انك مش محتال. انت شخص حقيقي بيدور على النمو والتطور. النهارده اتكلمنا عن ازاي نتخلص من نظريه المحتال، اتكلمنا عن حلول واقعيه وقصص حقيقيه وخطه عمليه. بس في الاخر اهم حاجه هي انك ابدا النهارده. اكتب انتصار واحد بس عملته النهارده، وبكره اكتب انتصار تاني، وبعده اكتب التالت. وفي خلال شهر هتبقى راكمت 30 انتصار، 30 دليل على انك مش محتال، 30 دليل على انك شخص حقيقي بقدرات حقيقيه ونجاحات حقيقيه. انت مش محتال، انت انسان مش غشاش، انت متعلم في رحله، والرحله دي هي اللي بتخليك اقوى مش اضعف. اكتب لنا بقى في الكومنتس ايه اول انتصار هتكتبه النهارده. عايز اشوف بدايه رحلتك الجديده. وافتكر دايما ان احنا كلنا هنا بنساند بعض في رحلتنا للتطوير والتحسن. رحلتك بدات والاجمل لسه جاي.